صباح الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. النهاردة مباراة المغرب مع فرنسا. هل المغرب ممكن تعملها؟ ممكن تعملها. ازاي؟ في كورة مفيش مستحيل. 11 لعيب قدام 11 لعيب، مدرب فكر مدرب قدام فكر مدرب. جماهير المغرب اكتر كتير هتبقى في الملعب لان بيساندها الجمهور القطري، وطبعا هم طبعا المغاربه يعني، والقطري والمصري ويعني وكل تقريبا الموجودين بقى، والجماهير الافريقيه. كل الناس دي هتبقى في الملعب، وكل الناس دي هتشجع. احنا شفنا الامير تميم واسرته بالكامل وهم بيشجعوا المغرب بلا خجل، يعني عادي جدا. ما فيهاش حياديه يا جماعه على فكره. يعني الانتماء للوطن العربي او لبلدك مفيهوش حياديه. وشفنا، وعلى فكره اللي بيحب الارجنتين هيشجع النهارده المغرب على اساس ان هي ممكن تبقى اسهل من فرنسا على الارجنتين. يعني محبي ميسي النهارده بيشجعوا تماما المغرب. بس انا اعتقد ان شاء الله باذن الله المغرب لو كسبت ممكن تاخد البطوله. فاتمنى يا جماعه، مفيش حاجه مستحيله، انتوا تقدروا، والله تقدروا عادي جدا. انتوا النهارده بس المهم انتوا مشكله المغرب ضياع الاهداف، ودي مشكله تقريبا في افريقيا كلها سبحان الله، او في دول الشرق، يعني دول افريقيا تحديدا، شمال افريقيا. يعني مش عارفه احنا ليه عندنا موضوع ان احنا ما بنعرفش، مشكلتنا في الاهداف دي. ان شاء الله باذن الله المغرب تحقق المفاجاه وتوصل النهائي، ويبقى اول نهائي طرفه عربي، زي ما اول اصلا مربع ذهبي في فريق عربي. يعني ان شاء الله باذن الله تكسبوا. هل الامير تميم تكون هديته للمغرب سواء صعدت او ما صعدتش للنهائي، يعني لعبت كونها يعني لعبت في المربع الذهبي، هل يكون الامير تميم عامل لهم مفاجاه بان هو اللي هينظم كاس العالم للانديه لان الوداد هو اللي كسبه؟ وطبعا كل الناس عرفت، كل الناس فاكره الوداد كسبت ازاي. وتاني انا مش هلوم على الجانب المغربي، انا مش بلوم لان دول اصلا ما ينفعش تلوم. يعني الجانب المصري سواء اتحاد كوره او المسؤول عن الرياضه المصريه، دول ما يتلموش. دي ناس ما تتلمش اصلا، لان اللي تلوم البني ادم اللي ممكن يعني ايه يحس، اللي ممكن يقول ده انا غلطت. لا، البني ادم اللي هو اساسا هي دي لعبته ما تلوموش، ده ما تتكلمش معاه. فهل ممكن يكون هديه تميم للمغرب تنظيم كاس العالم للانديه اللي مفيش ولا دوله عايزه تنظمه؟ وارد جدا جدا بعد النجاح المبهر تنظيم قطر لكاس العالم، وارد. طيب سيبك بقى من ده، في حاجه تانية مهمه برضو. هل الامير تميم ينظم كاس العالم او يشارك في تنظيم كاس العالم في المغرب؟ وفي الحاله دي يكون صلح من المغرب للاهلي، يعني بعد اللي حصل بالاتفاق مع الاتحاد المصري، او الاتحاد المصري هو اللي عرض عليهم مؤكد يعني ان هم يعملوا كده، وان هم يعني لان هم اللي اخفوا الجوابات. الاتحاد المصري، الاتحاد المغربي ما اخفاش جوابات يعني. فهل ممكن يكون مصالحه من المغرب بعد ما شافوا قد ايه جمهور الاهلي وجمهور مصر واقف معاهم؟ وارد يكونوا عايزين يصالحوا الاهلي وان الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه معاهم، وارد جدا طبعا، ليه لا؟ بس بقى اللي هو مش وارد واللي انا متاكده منه ان الاتحاد المصري مش هيسمح بده. ده بقى بصوا كل اللي فات يعني الامير تميم ممكن يعني يجاملهم او يبارك لهم او يبقى يعني هديته ليهم تنظيم كاس العالم للانديه على ارضه، وارد جدا. هل الامير تميم يشارك معاهم في تنظيمها في المغرب لمصالحه النادي الاهلي؟ وارد. ايه بقى اللي هو اكيد وانت مغمض عينك ان الاتحاد المصري مش هيقبل ده؟ هيعمل ايه؟ هقول لك انا هيعمل ايه. هيعمل كل مجهوده ان لا تقام في المغرب. محاولاته بقى لاقناع الطرف القطري بانه ما يساعدهمش في انها تقام في المغرب، واقناعه ان هو تقام في قطر، اقناع الاتحاد المغربي ان لا الاهلي قوي ولو دخل ممكن ينافسكم ويخرجكم. هيعملوا اي حاجه، فكل حاجه ممكنه تتعمل لصالح النادي الاهلي من كل الاطراف الا الطرف المصري، نبقى واضحين. يعني ده الحاجه الوحيده اللي مؤكده في الموضوع كله. المسؤولين عن المنظومه الرياضيه في مصر مش هيوافقوا ان النادي الاهلي ينظمها، وانهم هيحاولوا بكل قوتهم بالتاثير على اي طرف ممكن يقوم يساعد المغرب في تنظيمها على ارض المغرب.
بس انا عايزه اقول لكم حاجه، عارفين لو الزمالك هو اللي هيشارك، لا لا كانوا يعملوا كل حاجه يعني برضه بكل قوتهم. هتقولوا لي طب ده سمعه مصر، لا ما هم ما لهمش دعوه، هم لا يهمهم سمعه مصر مع النادي الاهلي ولا مع المنتخب. سمعه مصر عندهم هي ارضاء انفسهم او ارضاء الناس الزملكاويه اللي موجودين يعني. فهم ممكن جدا يكونوا لا عادي المنتخب لا يفرق معاهم ولا الاهلي يفرق معاهم، هو اللي يفرق معاهم نادي الزمالك، كانوا يعملوا كل مجهود ويمكن يدفعوا كمان عشان تقام في المغرب، زي ما حاولوا انهم عايزين يجيبوها كانوا في مصر فلقوا ان الفلوس كتير قوي، فاللي عشان الزمالك هو اللي يشارك. فلو الزمالك هو اللي هيشارك كانوا ممكن يعملوا حاجه. ايه دليلك يا نيفين على اللي انت بتقوليه؟ لا دي ثقتي في او عدم ثقتي في الاتحاد المصري. ثقتي ده عدم ثقتي في الاتحاد المصري والمسؤول عن الرياضه في مصر. هم يعملوا اي حاجه الا ان النادي الاهلي يبقى بطل يعني. ف ليه بتقولي الكلام ده؟ حضرتك ممكن تسالوهم واللي يعرف الاجابه يجي يقول لي ليه. فاتمنى يا رب ان شاء الله ان المغرب تكسب النهارده باذن الله. اتمنى ان بطوله كاس العالم للانديه تقام في المغرب ويشارك النادي الاهلي بصفته الفريق اللي كان في النهائي. وطبعا كلنا عارفين اللعبه اللي حصلت، تاني هقولها من المسؤولين عن الرياضه المصريه قبل اي حد. فان شاء الله باذن الله المغرب النهارده يفرحنا ويا رب ان شاء الله التوفيق لممثل القاره الوحيد في او ممثل القاره فعلا، ممثل العرب الوحيد في كاس العالم. واتمنى ان شاء الله نهائيات كاس العالم للانديه او كاس العالم للانديه يبقى في المغرب، وهيفضل الاهلي فوق الجميع. احنا الاهلي انتم مين؟